أصدقائي المستمعين، عودة مرة أخرى للرباعيات والأشعار، وأحب أن أقدم لكم ضيفا آخر. المرة دي مش هغلط في اسمه على فكرة. أهلا بيك دكتور خالد البوهي، أهلا بحضرتك، اتفضل. احنا يمكن زي ما قالت الأخت أسماء كنا بنبدأ بالشباب المتقدم في السن شوية، بالكبار. المرة دي عكسنا، ايوه نبدأ بالشباب شوية. ازيك دكتور خالد؟ يا اهلا يا اهلا. يعني منور طبعا، دي اول مرة بتحضر فيها للرباعيات. تعرف نفسك اكتر. يعني انا خالد البوهي، طبيب وشاعر، وشاعر فصحى بالاخص. حصلت على جائزة العقاد الادبية سنة 98، وعضو في جماعة فضفضة الادبية في كرمة ابن هانئ في القاهرة، وعضو كذلك في جماعة رسم بالكلمات في الأوبرا في القاهرة، وبس. وليك صالوناتك الأدبية وليا ديوان حديث اسمه منف. مبروك، صحيح هذا الديوان الجميل. يعني أستاذ جمال أو أستاذ جابر في أي نقاش مع هيكلمنا برضه نستمع من الدكتور خالد البوهي الأول، وبعدين نبقى لنا تعليق إن شاء الله، لأن طبعا سعيد بوجوده، وخصوصا بقول له مبروك على بكرة إصدارات الأدبية ديوان شعر بعنوان منف. الله يبارك في حضرتك. طب يعني يا بخت منظره وخفف بقى، فنقول ايه رباعية كده قصيرة جدا يعني. اتفضل. هتقول فصحى ولا عامية ولا الاثنين؟ لا فصحى. اتفضل. يمامتان هما في عشي الحان، إن غرد طربا دندنت ألحاني، أو أرسل ألما في جوف أمسية، فاضت دموع الأسى بكل أشجاني. شكرا. ما شاء الله. أستاذ جمال، ده ليك تعليق؟ هو التعليق هيكون إن شاء الله الأستاذ جابر بسيوني، على أساس إنه الأستاذ البوهي يعني شاعر فصحى، وشعراء الفصحى من أصدقاء موجد الأستاذ جابر بسيوني. هيعلق إن شاء الله، بس بعد ما أقول حاجة. هو الرباعية اللي قالها كان عن يمامتان، مش كده؟ قول لي مبدأها مطلعها. يمامتان هما في عشي الحان. يمامتان، اليمام والحمام والفراخ والمش عارف ايه والطيور. النهارده الصبح وانا يعني في الحمام بصيت لقيت برضو في يا اما يمامتان يا اما حمامتان، مش عارف، حاجات بتغرد بره. قلت الله على الصوت الجميل ده اللي احب اسمعه كل مده واستبشر بيه، ولكن على طول افتكرت انفلونزا الطيور. فقلت يا ستار يا رب، فتحت الشباك ونشيتهم عشان ما يتركوش اثر على الشباك ونعياسة. تشوف الدنيا اتغيرت ازاي، شوف الجمال اللي احنا بنشوفه باستمرار ازاي بيتغير. ربنا يكفينا شر ما يتغير. ولكن دلوقتي الاستاذ جابر بسيوني يتفضل يقول رايه في الاستاذ البوهي. الحقيقة انا سعيد جدا بوجود دكتور خالد البوهي، هذا الطبيب الواعد بالفعل، وايضا الشاعر المبدع. يمتاز الاستاذ خالد البوهي سواء فيما قدم من رباعية بالشعر الفصحى من بحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فعل، وهذا المذاق الرائق من خلال استخدام الايقاعات الوزنية الصافية او الممتزجة. وايضا يمتاز خالد البوهي لو نلاحظ فيما قدم من رباعية او قصيدة قصيرة جدا فيما بعد بانه يتلاحم او يعني يتعاطف مع الطبيعة. تجد ان الطبيعة تطل بعينيها من مفردات قصيدته او رباعيته، اليمام والعش ومراعاة البيئة التي تستخدم في القصيدة. وهذا يحمد للشاعر انه يرسم بصياغته الشعرية لوحة شعرية يستطيع المتلقي ان يراها قبل ان يستمع اليها وان يتفاعل فيما فيها من معنى. ايضا يعتمد خالد البوهي فيما قدم في القصيدة القصيرة هل تكسر شيئا مكسورة، انه يعتمد على المفارقة.